فيلمنا النهارده بيبدأ مع ميكولا، واللي عايش حياة هادية وبسيطة جدا مع مراته ناستيا، وعايشين في بيت بسيط في منطقة ريفية بعيد عن المدينة. وبتقعد ناستيا وترسم صورة للغراب الأبيض، وبتصنع صليب صغير من الخشب، وكمان بترسم علامة بالحجارة على الأرض. وبيخرج نيكولا من البيت وبيودع ناستيا عشان يروح شغله، وبيركب العجلة بتاعته زي كل يوم. وبيكون شغال مدرس فيزياء ورياضة في مدرسة ثانوية. ولما بيوصل المدرسة بيروح لأوضة المدرسين، وبيشوف الأخبار في التلفزيون، وبيعرف إن في مشكلة سياسية في البلد، والقوات الخاصة قتلوا أكتر من 100 شخص في المظاهرة. وكمان بيعرفوا إن القوات الروسية قدرت تحتل منطقة تابعة لأوكرانيا وسيطروا عليها. ورئيس أوكرانيا هرب من البلد لأنه خايف على نفسه. وبيبدأ نيكولا يوم الدراسي العادي، ويشرح للطلاب في الفصل. وكمان في طالب اسمه إيفان دايما بيعمل مشاكل وبيضايق زمايله. وكمان بيحدف ورقة صغيرة على السبورة وبيستهزأ بالمدرس بتاعه. لكن نيكولا كان ذكي وقدر يحول الموقف ده لمسألة علشان يحسبوا السرعة اللي إيفان رمى بيها الورقة ناحية السبورة. وبيطلب من إيفان إنه يكتب الإجابة على السبورة، لكن طبعا إيفان بيتنح وما بيعرفش يحل المسألة. وبعد نهاية الدرس بيتكلم إيفان مع نيكولا وبيستهزأ بيه تاني، وبيقول له إنه غريب عنهم، وبيتضايق نيكولا جدا من كلامه. وبعدها بيروح البيت، وبتيجي صحفية ومعاها مصور عشان تعمل لقاء مع نيكولا وناستيا اللي عايشين في المكان ده بقالهم سنة. وبتسألهم عن السبب اللي خلاهم ينتقلوا للمكان ده. ويقول لها نيكولا إنه عالم بيئة، وإنه شاف إن أسلوب الحياة في الطبيعة أفضل بكتير. وبيقول لها كمان إن مراته حامل، وإنهم قرروا يعيشوا ويربوا ابنهم في المكان ده. وبتسألهم عن العلامة اللي موجودة على الأرض، وبتقول لها ناستيا إن ده مخلب الغراب الأبيض. وبتحكي لها عن أسطورة الغراب اللي ضحى بريشه الأبيض عشان يساعد الناس. وبيفرجهم نيكولا على البيت وطاحونة الهواء ومولد الدينامو اللي قدر يصنعهم بنفسه. وبتستغرب الصحفية جدا لأنهم شايفين إنهم اتنين مجانين. وبينتهي اللقاء معاهم، وبيديها نيكولا السجاير اللي رمتها على الأرض، وبيعرفها إنه ما بيرميش زبالة على الأرض هنا. وبالليل بيقضوا وقت جميل مع بعض، وبيكونوا سعداء جدا بحياتهم البسيطة. وبتدي ناستيا الصليب اللي عملته لنيكولا عشان يبقى معاه دايما. وفي نفس الوقت ده بيقتحم مجموعة من الجنود الروسيين الحدود الأوكرانية وبيدخلوا البلد. وتاني يوم بيودع نيكولا مراته وبيستعد عشان يروح شغله زي كل يوم. وفي الطريق بيشوف اتنين من الجنود الروسيين، لكن ما بيهتمش وبيكمل طريق. ولما بيوصل المدرسة ما بيلاقيش طلاب ولا مدرسين، وبتكون المدرسة فاضية جدا. وبيعرف من الأخبار إن القوات الروسية احتلوا منطقة أوكرانية. وبيفتكر الجنود اللي شافهم في الطريق الصبح وهو جاي. وبيقلق جدا على ناستيا، وبيرجع البيت بسرعة عشان يطمن على مراته. وبيلاقيهم في الوقت ده بيحاولوا يعتدوا عليه. وبيجي نيكولا عشان يحاول يدافع عنها، لكن الجنود بيضربوهم هما الاتنين، وبيقول لهم يبعدوا عنها لأنها حامل. وبيدخل واحد منهم البيت بتاعهم وبيولع فيه. وبعدها بيتكلم مع زميله وبيقول له يلا نستعد عشان هيمشوا. لكن ناستيا بتتضايق منهم جدا وبتمسك حجر وبتجري عشان تضربهم بيه، بس ساعتها بيضربوا عليها نار وبيقتلوها. وبيقعد نيكولا جنبها وهو في حالة انهيار، وما بيصدقش ان مراته ماتت. وكده بيكون خسر مراته وابنه وبيته في نفس الوقت. وبيجي الجنود الأوكرانيين وبيشوفوا نيكولا هو وجثة مراته، وبيحفروا حفرة عشان يدفنوه. وبيدخل نيكولا بيته اللي اتحرق واتدمر، وبيلاقي الصليب اللي ناستيا صنعته له. وبعدها بيدفنوها هو والجنود، وبيكون حزين جدا عليه. وبيقرر الجنود انهم ياخدوه معاهم للمعسكر بتاعهم بعد ما بقى وحيد ومفيش مكان يروح. لكن القائد بتاعهم بيرفض لانه خايف انه يطلع جاسوس. وبيقول للجنود انهم ياخدوه لمكان بعيد عن المعسكر. وكمان بيتعصب اكتر لما بيعرف انهم ما كانوش مغطين عينيه في الطريق للمعسكر. وبينزل نيكولا من العربية وبيمسك سلاح، والقائد بيتعصب عليه جدا وبيسأله لو كان عاوز يقتل نفسه. وبيقول له نيكولا انهم لازم يطردوا الروسيين من ارضهم. وبعد كده بيوافق القائد انه يفضل معاهم، وبيبدأ التدريبات فعلا معاهم. وبيكون عنده دافع انه ينتقم من اللي قتلوا مراته، لكن ما كانش عارف يتعامل مع السلاح زي باقي الجنود لانه ما استخدمش اسلحه قبل كده. وواحده من الجنود بتساعده وبتعلمه طريقه فك وتركيب السلاح. وبتكون التدريبات صعبة جدا عليه، وبيتدربوا حتى في عز المطر. وبيتكلم نيكولا مع القائد وبيقول له ان هو سمى نفسه الغراب، لكن القائد بيعرفه انه لسه محتاج يثبت نفسه عشان يستحق الاسم ده. وبيحاول نيكولا انه يتأقلم على الحياة في المعسكر، وبيكون محتفظ بالصليب اللي عملته له مراته. وبيتدرب كل يوم مع الجنود في المعسكر، لكن بيكون عنده مشكلة، وبياخد وقت كبير جدا عشان يفك السلاح ويركبه. لكن كان عنده عزيمة انه يتعلم وينجح، وكان بيقضي وقته في المحاولة والتدريب حتى في وقت الاستراحة. وكان بيتحدى نفسه عشان مستواه يتطور ويبقى احسن. وبيتكلم القائد وبيقول انهم محتاجين متطوعين في فريق القناص، لكن محدش بيتطوع غير 3 من الجنود. بيطلب نيكولا انه يتطوع معاهم، لكن القائد بيقول له انه ما بيعرفش يتعامل مع سلاح عادي، يبقى ازاي هيتعامل مع سلاح قناص. وبيعرفوا نيكولا انه قدر يفك ويركب السلاح في 20 ثانية، وساعتها ما بيكونوش مصدقين انه قدر يعمل كده. وبيفاجئهم نيكولا لما بيغطي عينه وبيفك ويركب السلاح في 18 ثانية بس، وساعتها كلهم بيشجعوه بعد ما كانوا بيتريقوا عليه. وبعدها بيبدأ نيكولا تدريبات مع فريق قناص، وبيشرح لهم المدرب ان القناص ماكر جدا، وان القناص المحترف بيشتغل وهو متنفس، ومستحيل حد يكشف موقعه.
ويضرب الرصاصة بتاعته وقت صوت ضرب النار أو صوت الانفجارات عشان محدش ياخد باله ويكشفه. وبعدها بيوزعوا الأسلحة على الجنود، وبيتضايق نيكولا جدا لأنهم بيدوله سلاح أقل من باقي زمايله، وبيطلب سلاح زيهم لكن القائد بيزعق له. وبيبدأ الجنود التدريبات على الرماية، وبيعرفوا إن القناص مش مسموح ليه يتحرك من مكان تحت أي ظرف. وبيرجع المدرب يكمل شرح ليهم وبيعرفهم الفرق بين كل سلاح قناص والتاني. وبعد كده بيرجعوا التدريب تاني وبيفشل نيكولا، وبيعرفهم المدرب انهم لازم يقدروا يحسبوا المسافة بنفسهم من غير آلة حاسبة. وبيقدر نيكولا يجاوب على السؤال بسرعة لأنه كان مدرس رياضة. بعد التدريب بيقعد لوحده ويفكر في مراته، وبيكون مفتقدها جدا في الوقت ده. وبالليل بيعمل المدرب اختبار تاني وبيفشل نيكولا للمرة التانية، لكن بعدها بيجرب مرة تانية وبينجح. وبكده بيكون نيكولا قدر ينجح في التدريب مع باقي زمايله. وبالليل بيقعد نيكولا ويغني لباقي زمايله زي ما كان متعود يغني لمراته. وبعدها بيركبوا العربية وبيتحركوا على المعسكر التاني، وبيتكلم المسؤولين مع بعض وبيحددوا المكان اللي القناصين هينفذوا فيه مهمتهم. وبعدها بيتكلم القائد مع مجموعة من الجنود وبيقول لهم يستعدوا علشان عندهم طلعة، وبيروحوا المكان اللي فيه الجنود الروسيين، وكل واحد بيراقب من مكانه وبيراقب الهدف اللي هيضرب عليه نار. وبيقدر نيكولا يحدد المسافة بينهم وبين الهدف بسهولة جدا، وبيجهزوا أسلحتهم عشان يبدأوا ضرب النار. لكن في اللحظة دي بتوصل عربية فيها راجل ومراته، وبيقول لهم القائد إن محدش يضرب نار. وبيوقف الروسيين العربية وبيشوفوا جوازات سفرهم وبياخدوها منهم كمان. وبيطلب الراجل من الجندي يرجع له جواز السفر بتاعه، لكن بيرفض وبيفتشهم وبتحصل بينهم مشكلة كبيرة جدا. وساعتها القائد بيأمر القناصين إنهم يضربوا نار عليهم وبيقتلوهم واحد ورا التاني. وواحد منهم بيقبض على الست كراهين، لكن بيقدروا يضربوا عليه نار ويقتلوه. وبكده بيكونوا نجحوا في أول عملية ليهم وبيرجعوا على المعسكر. وبيكون نيكولا فرحان جدا انه طلع قدها، وبيسأل على 2 من باقي زمايله، وبيعرف ساعتها انهم طلعوا في مهمة. وبيقعد لوحده وبيفكر في مراته زي كل مرة، وانه لازم ينتقم من اللي قتلوه. في الوقت ده بيكون الاتنين صحابه في المهمة بتاعتهم، وبيزحفوا على الأرض بهدوء وبيستعدوا للهجوم على الأعداء. لكن ساعتها في قناص روسي بيكشفهم وبيضرب عليهم نار. وتاني يوم بيتفاجئوا انهم راجعين بس في واحد منهم مات في المهمة. وبيشوف نيكولا وبيحزن عليه جدا، وبتزيد رغبته في الانتقام اكتر. وبالليل بيتجمع المسؤولين وبيتكلموا مع بعض علشان الجندي اللي اتقتل، وبيتفقوا على المهمة الجديدة. وبيحددوا مكان معين في الغابة عشان يبدأوا منه المراقبة، لأنهم عرفوا إن في جندي من القوات الخاصة الروسية موجود هناك. وبيتكلم القائد مع مجموعة من الجنود علشان يستعدوا للمهمة، وبيكون من ضمنهم نيكولا. وبعدها بيتحركوا في طريقهم بيوصلوا لحد الغابة، وبيزرعوا متفجرات في مكان معين، وبيحطوا ورقة شجر عشان تبقى علامة ويعرفوا يضربوا عليها نار. وبعدها بيستعدوا وبيراقبوا المكان وبيستنوا لما الجنود الروسيين يوصلوا. وبعدها ب5 دقايق بيوصل 5 من الجنود الروسيين للغابة، وبيقدروا يحددوا الهدف بتاعهم وبيستعدوا علشان يخلصوا عليهم واحد ورا واحد. وأول ما يقربوا من المتفجرات، وفي اللحظة دي نيكولا بيشوف إيفان اللي كان طالب عنده في المدرسة، وبيعرف إنه خان بلده وانضم للروسيين. وساعتها بيضربوا نار على ورقة الشجر وبتنفجر فيهم وبيموتوا كلهم. وتاني يوم بيستعدوا علشان العملية الجديدة، وبيكونوا بيراقبوا المكان ده. وفي نفس الوقت الروسيين بيجهزوا أسلحتهم وعربياتهم وبيستعدوا للهجوم، وبيقدروا يحددوا أماكن الجنود الأوكرانيين وعددهم، وبيركبوا العربيات وبيتحركوا في طريقهم. وبيكون نيكولا وزمايله مستعدين لأي حاجة، وبيشوف العربية بتاعة القوات الروسية وفي 2 واقفين جنبها. وفي اللحظة دي بيكتشف نيكولا إن هم دول اللي قتلوا مراته، وبيطلب من القائد الإذن إنه يضرب نار عليهم، لكن القائد بيرفض لأنه كده هيكشف مكانهم. لكن نيكولا بيضرب عليهم نار وبيخالف الأوامر وبيوقع واحد منهم. والجندي التاني بيبلغ بسرعة بمكان نيكولا واللي معاه، وبيكون القناص الروسي محترف جدا وبيقدر يحدد مكانهم، وبيضرب القائد بالنار وبيموت. وبعدها بيضربوا قنابل على نيكولا وبيستخدم جثة القائد عشان يحمي نفسه منهم، وبيوصل لحفرة وبيستخبى فيها. ولما بيرجعوا المعسكر بيلوم نيكولا نفسه لأنه كان السبب في موت القائد. وبيتكلم الجنرال معاه وبيقول له انهم لما يوصلوا لمكان القناص الروسي هو اللي هيتصرف معاه بنفسه. وبعد فتره بيروح ينفذ مهمه لوحده، وبيروح عند مكان موجود فيه جنود روسيين وبيكونوا مستخبين في مبنى مهجور وسط الزباله. وبيراقب نيكولا المكان وبيحدد مكان واحد منهم وهو بيتحرك، وساعتها بيعبيها له في دماغه وبيوقعه. وبيعرف القناص التاني مكان نيكولا وبيضرب عليه نار وبيتصاب في كتفه، وبيقدر نيكولا يعرف مكانه وبيخلص عليه هو كمان، وبيحاول يسعف نفسه من الرصاص اللي اتصاب بيها. وبعدها بيروح يقعد في المخزن وبيشوف الاخبار في التلفزيون، وبيتصل بيه الجنرال وبيقول له انهم حددوا مكان القناص الروسي، وبيطلب منه يقابله في الاجتماع عشان يجهزوا نفسهم.
وبيروح نيكولا للمعسكر وبيقابل الجنرال وباقي زمايله، وبيعرض الجنرال عليهم المعلومات اللي وصلت ليهم من المخابرات، وبعدها بيستعدوا القناصين عشان ينفذوا خطتهم، وبيروحوا عند المصنع اللي مستخبي فيه القناص الروسي، وبيتحركوا بهدوء عشان محدش يكتشفه. وفي نفس الوقت ده بيكون القناص الروسي والاتنين اللي معاه بيراقبوا المكان حوالين المصنع، وبعدها بيقدر نيكولا يوصل للمصنع وبيقتل اتنين من الحراسة اللي بره، وبعدها بيبلغ باقي زمايله انهم يستعدوا ويكونوا جاهزين في اي وقت، وبيضربوا نار على الجنود بره المصنع وبيخلصوا عليهم كلهم. وساعتها القناص الروسي بيعرف مكان ضرب النار اللي بره، وبيتكلم مع المراقبين اللي معاه، لكن واحد منهم بس اللي بيرد، وبكده يبقى في حاجة حصلت مش مظبوطة. وساعتها بيقول للمراقب اللي معاه يروح ويفتش المكان ويبلغه باللي حصل. وفي الوقت ده بيكون نيكولا قدر يدخل المبنى ويدور عليه هو والمراقب اللي معاه، وبيتحرك القناص الروسي وبيطلع بره عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي المراقب التاني مقتول. وساعتها بيتكلم مع فريق الدعم وبيبلغهم ان في قناص موجود ومش عارف يتواصل مع الجنود، وبيكون الدعم هيوصل خلال 10 دقايق، وبيطلبوا منه انه يفضل في مكانه. وفي الوقت ده بيكون نيكولا بيراقبهم وبيستعد عشان يخلص عليهم، ولما بيرجع القناص مكانه وبيجهز سلاحه بيشوف صليب جنب السلاح، وفي اللحظة دي بيهجم نيكولا عليه وبيطعنه بسكينة في رقبته وبيقتله، وبعدها بيرمي قنبلة على المراقب وبيفجره، وبكده بيكون خلص عليهم كلهم. وفي اللحظة دي بيوصل فريق الدعم للمكان وبيكلموا القناص الروسي، لكن طبعا مفيش حد موجود، وبيرد عليهم نيكولا وبيقول لهم انه هينتقم منهم كلهم، وبيمسك القناصة وبيقتل القائد بتاعهم وهو في العربية. ومن ناحية تانية بيكون القناصين بره مستنيين، بيبدأ ضرب النار بين الطرفين وبيخلصوا على الروسيين كلهم، وبيخرج نيكولا من المبنى بعد ما خلصوا عليه، وبيروح على مكان بيته اللي الروسيين دمروه، وبيقعد جنب قبر مراته وهو معاه الصليب اللي هي عملته. وبكده يكون فيلمنا خلص النهارده. استنوا افلام جامده كتير، بس اشتركوا في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي جاي. سلام.